اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لو محتاره تعملي اكل ايه النهارده، هنعمل الكبد وقوانص بتاعه الفراخ. حلوه جدا، اسهل بكتير واحلى، وكمان ما فيهاش ريحه زفاره زي الكبده المستورده. هنجيب نص كيلو كبد وقوانص. الاول هنقطع القوانص ونقطعها صغير خالص، وهنشوح القوانص الاول تنزل كل الميه بتاعتها، وبعد كده ننزل عليها ببصلتين كبار مبشورين. لو انت عايزه تزودي الكميه، لو انت عايزه تعملي كميه قليله تحطي بصلايه واحده. وهننزل بقرن فلفل حراق، فلفل رومي، وهنشوح الفلفل مع البصل مع القوانص. بعد كده بقى ممكن ننزل بالطماطم بتاعتنا، واخر حاجه هننزل بيها اللي هي الكبده، لان الكبده طبعا مش بتاخد تسويه خالص. واحنا بنشوح البصل كده هننزل في النص بمعلقه توم، هيفرق جدا معانا في الطعم، وده اللي هيخليها قريبه من طعم الكبده اللي احنا بنشتريها من بره. هنشوح كل دوت مع بعضه، ننزل عليها بحبة بقدونس. ممكن كمان لو حطيت لها حبة كزبرة ناشفة، دي هننزل عليها بحبة كزبرة ناشفة، هتفرق معانا في الطعم. وبعد كده ننزل علينا بعصير الطماطم، ونقلب كل دوت مع بعض. لو ما عندكيش طماطم ممكن تحطي معلقة صلصة، مفيش مشكلة. وكمان هنحط معلقة خل ومعلقة عصير ليمون. وهننزل بالكبدة بتاعتنا اخر حاجة. هنشوح كل ده مع بعض، وبعد كده هنحط لها التوابل بتاعتها، كزبرة ناشفة، كمون، قرفة، ممكن تحطي ربع معلقة سبع بهارات، ونحط الملح والفلفل والشطة. هنقلب كل ده مع بعضه وهنقدمه. ممكن كمان في ناس بتحط لها ريحة فحم، يعني بتسخن فحماية وتحطها على ورقة فويل، وتحط عليها معلقة سمنة. هيبقى الكبد والقوانص بتاعتنا ريحة الفحم، وبيفرق معاها في الطعم جدا. لما تعملي حركة الفحم ديت هتحسي ان انت بتاكلي لحمة مش بتاكلي كبد وقوانص. بعد كده هنعمل مع بعض اسهل حاجة ممكن تعمليها جنب الكبد وقوانص، بطاطس محمرة، او ممكن تعملي مكرونة محمرة. انا اولاد عندي بيحبوا المكرونه المحمره اللي بيتحط عليها طماطم، اللي هي تبقى قريبه من المكرونه السباجيتي. تعالى اقول لكم بتتعمل ازاي. بتتعمل بطريقه سهله جدا، بس طبعا يا ريت لو اول مره تشوفوا القناه تعملوا اشتراك للقناه. احمر المكرونه، وبسبب التصوير المكرونه كانت بتتحرق مني، بس الحمد لله ربنا ستر. ممكن تقلبيها بالحله، وممكن تقلبيها باي معلقه خشب. بعد كده نحط عليها بقى مرقه دجاجه، نحط ملح وفلفل، ما تكتريش الفلفل، ونقلب كل دوت مع بعض. وبعد كده هنحط لها الطماطم، عصير الطماطم اكنك بتعملي تسبيكه. بعد كده هنسيب الكبده بتاعتنا او نسيب المكرونه بتاعتنا تستوي. بصوا معانا تبقى حلوه جدا، الاولاد عندي بيحبوها جدا 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 بالشكل دوت. وممكن تقدميها بالصلصة بتاعتها، بالشوربة بتاعتها، وممكن تستني لما الشوربة تنشف خالص. اللي يعجبك قدمي. في ناس بتحب تاكلها بالشوربة، وفي ناس تحب تاكلها ايه، مستوية خالص. في ناس كمان بتحب تاكلها ايه فيها سنة قرقشة كده، نص سوا زي لسان عصفور. بعد كده نقدم الكبدة جنبيها، وبالهنا والشفا على قلبك.